بقول لك يا محمد، اه انت فكرت الحلقه الجايه هتتكلم عن ايه؟ مش عارف والله يا مصطفى يعني في مواضيعات كتير بس للاسف مش عارف استقر عن موضوع معين. فمش عارف اعمل ايه بصراحه. في واحد صاحبي كان عايز يتجوز عرفي، فعايز حد يكتب له العقد. فانت بتكلمني عشان خاطر اعمله له عقد يعني مثلا. اه يعني ايه المشكله؟ مش ده جواز؟ لا فكرة بقى هو جواز ولا لا دي لازم نتكلم فيها مع بعض. بس قبل ما نتكلم في الموضوع ده خليني اقول لك شويه ارقام عشان خاطر توريك الموضوع رايح لفين. الرقم الاولاني بيقول ان في حوالي 113 الف زواج عرفي موثقه. بالك بقى مش موثقه قد ايه. ده غير بقى ان في منهم 18% جواز حصل في المدارس والجامعات. غير في رقم تاني بيقول ان في حوالي 12 الف قضيه انكار نسب حصلت سنه 2016. بالك بقى دلوقتي وسنه كام برضه. وده يخلينا بقى نقول لك هو ليه اصلا الموضوع ده انتشر. ايه اسبابه؟ اسبابه طبعا كتير جدا، منها ظروف الشباب اللي هي مش عايزه تشارك في البيت، سواء بقى تعمل شقه او تقدم مهر او تقدم شبكه، فبتعمل الموضوع ده. واحده ست مثلا عندها معاش فخايفه على المعاش بتاعها. غير متجوز مش عايز مراته تعرف. ست عندها عيال صغيرين وخايفه الحضانه تروح منها. اسباب طبعا تانية كتير يعني. بس ده بقى اللي لازم نروح بقى للسؤال اللي انت بتساله. هل هو اصلا الجواز حلال وقانوني في مصر ولا لا؟ الاجابه بس لو حصل اللي هو توفر فيه نفس شروط الجواز الرسمي، زي طبعا الاشهار والشهود، ويكون في ولي عن البنت اللي هتتجوز، ويكون هو طبعا بالغين وعاقلين، ويكون طبعا العقد طبعا ده مكتوب. بس بقى السؤال المهم، هل الجواز ده بيرتب نفس اثار الجواز الرسمي ولا لا؟ للاسف لا، مش بيرتب كل اثار الجواز الرسمي. يعني هي بتتمنع من حاجات معينه، زي ان لو حد من الزوجين فيهم مات ما ينفعش التاني يورثه. حصل مثلا طلاق ما ينفعش هي تطلب منه نفقه زوجيه او نفقه متعه. ليها الحق بس لو هي خلفت منه اللي هي ترفع عليه دعوه اثبات نسب. وليها الحق طبعا اللي هي ترفع دعوه فسخ عقد او تطليق. وخلاص الكلام ان الجواز العرفي ده مش امان لاي بنت. في ايه اللي تتجوز رسمي تاخد كل حقوقها، يا ما بلاش. يعني في الاخر يعني هتكتب العقد ولا لا؟ بعد ان انا قلت ده كله